صباح الورد عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم كده بدأ معايا، هو كان بادئ يوم حلو ولطيف، يعني كنت ناوياله كده من بالليل. ان انا ان شاء الله هقوم اعمل المطبخ، بس بصراحة بدأ كده يوم معايا بقى بشوية زكام على شوية صداع على شوية برد. بس قلت برضو انا مش هستسلم للبرد، وهقوم اكمل برضو ايه اللي انا كنت عايزاه. وبصراحة اللي بيستسلم للبرد ويرقد البرد بيطول معاه شوية، فانا قلت لا، يعني ان شاء الله ايه، هقدر اكمل ان شاء الله. والحمد لله كملت وخلصت المطبخ على خير. فتابعي معايا الفيديو ان شاء الله هتستفيدي منه. هنا بصوا، انا عندي المطبخ صغير جدا، حجم المطبخ نفسه صغير، فما بعرفش اشيل الخزين بتاعي. فانا عندي بلكونة صغيرة كده في المطبخ، فانا قفلت البلكونة دي زي ما انتوا كده شايفين، الخشب بإزاز. طبعا مستحيل اي حاجة تدخل في البلكونة. وعملت بقى رفوف كده عادية خالص. هنا بحط فيها الخزين بتاعي، تمام؟ يعني اي حاجة زيادات، مكرونة، رز، شاي، سكر، اي حاجة انا مش محتاجاها حاليا يعني، بشيلها من المطبخ خالص وبحطها في الرفوف اللي انا عملتها في البلكونة دي. فلو عجبتك الفكرة ممكن تنفذيها لو انت مطبخك صغير زي بتاعي وما عندكيش المساحة ان انت تحطي فيها خزين بيتك كله. فبصراحة الفكرة دي كان جوزي هو اللي عاملها يعني وكده، لان الشقة عندي صغيرة جدا والمطبخ صغير، فعمل لي الفكرة دي. فقفلنا البلكونة كلها ازاز، وبعد كده عملنا الرفوف دي. وفي حاجات تانية عاملاها هبقى اوريها لكم، هبقى اعمل لكم روتين في البلكونة واقول لكم على الافكار اللي موجودة فيها. تمام. هنا بقى مسكت الرفوف كده، واهم حاجة ان انا نضفت اصلا البلكونة، هي الحمد لله عشان متقفلة ازاز فما بيدخلهاش تراب خالص يعني، ضعيف قوي ان هي يدخل لها تراب. فهنا انا بقفل، شلت كل الحاجات اللي موجودة، بمسك رف رف وبمسحه كويس. اولا كان عندي شكارة رز اللي هي العادية خالص، اللي انا ماما ربنا يخليها لي بتجيب لي الرز اللي هو ال25 كيلو، فبصراحة بيكفي معايا كتير جدا. فعشان ما يسوس معايا فانا يعني بعمله على شكل اكياس، كل كيس فيه كيلو، وهكذا بيكون حاجة كويسة مش واخدة مساحة ولا واخدة مكان. وطبعا الرف التاني برضو كان فيه السكر والشاي وكل اي حاجة فيها مشروبات كنت بحطه في الرف التاني. الرف التالت طبعا الملح واي حاجة تانية انا محتاجاها زي البقوليات والحاجات دي، لان اصلا البلكونة فيها هوا، يعني برضو فيها هوا لان احنا عاملين فيها شباك بسلك كده، فبرضو بتدخل لي برضو هوا، بتخلي الحاجات عندي ما تسوس او يحصل لها اي مشكلة. والرف الاخير ده بحط فيه كل انواع الزيوت، والجزء التاني يعني مقسمة الرف ده لجزئين، جزء المنظفات وجزء للزيت. فلو عندك المطبخ صغير ممكن تاخدي الفكرة دي وتنفذيها، حلوة جدا وربنا يوسعها علينا كلنا يا رب. هنا رصيت كل حاجة، وبصوا المنظر حلو قوي، يعني الحمد لله رب العالمين. هنا كمان انا مسكت بقى الشفاط الشطاف. مسكت الشفاط، فكيته خالص تمام، وقلت اغسله. بس هتلاقوا الجزء ده اللي هو بعد التنظيف بصراحة التليفون عملها معايا زي كل مرة وشال اللقطة خالص، المشهد الاخير اللي هو بعد التنظيف. تمام كده. هنا كمان طلعت كل الحاجات اللي موجودة في المطبخ، كل حاجة طلعتها، اللي هي الجزء اللي تحت في الارض طلعته خالص. بصوا المنظر عامل ازاي، في كركبة كتير، الدنيا مش منظمة. اوقات بكون بطبخ او بعمل حاجة فبرمي في كل حتة، وبقول ان شاء الله هبقى ايه انضفه كده. تمام كده. بصوا طلعت كل حاجة بقى. من اقول لكم الشقة عندي صغيرة خالص، فطلعت كل حاجة في الصالة اللي هي قدام المطبخ على طول. حتى الغسالة، طلعت الترابيزة بتاعة المطبخ، طلعت المطبخ نفسه كمان، شلت الرخامة من عليه عشان اغسلها غسلة نظيفة. بصوا بقى، هنا كمان طلعت فوق فوق المطبخ من فوق خالص، بكون حاطه بصوا المفارش دي زي اللي انا كنت عاملاها على النيش في الفيديو الاخير. ارجعوا للفيديو برضو، بيحميلي الخشب من فوق. بصوا مفيش كمية تراب، يعني لو انا مش حاطه المفرش ده هيكون في كمية تراب ودهون مش معقولة. فبصراحة المفرش ده بيحميلي المطبخ. بصوا المنظر، ولا عملت اي حاجة يعني، حتى الفرشة اصلا هي مش بتشيل حاجة لان هو اصلا نظيف.
بس يعني برضو الامر ما يسلمش من ترابية خفيفة كده يعني. فانا هنا غسلت الجزء اللي فوق من المطبخ تمام بالحيطان اللي حواليه، وكمان نشفته كويس قوي، وبرده فرشته تاني بالمفارش تمام كده. هنا كمان اعذروني بقى عشان البرد وكده. هنا كمان دخلت برضو بمسك جزء في المطبخ، اي جزء مفتوح عندي بغسله كويس جدا وانضفه وامسحه وانشفه كويس، وبعد كده احط الاستريت اللي هو المفارش دي تحفة، واللي اخترعها بجد ربنا يجازيه خير، يعني بينقذ حاجات كتيرة جدا وبتنفع في حاجات كتيرة قوي. هنا كمان خلصت المطبخ، بصوا فرشته بقى المنظر قمر. مجرد بس تشيل المفرش الدنيا من تحت بتبقى نظيفه خالص، فما بتتعبيش في المطبخ ان انت بقى تشيلي الدهون من كتر القليه او اي حاجه. لو في اماكن مفتوحه في المطبخ بتخزن دهون وزيوت، فبتيجي تنضفيها بتبقى صعبه جدا. هنا كمان جبت الجزء اللي هو بيكون في المطبقية بتاعة الأطباق، الجزء ده بيكون بيتصفي منه يعني أي تصافي بتاعة الأطباق بتنزل فيه. فأنا غسلته، بصوا شكلها حلو جدا، نضفتها كويس قوي. وعامة أنا ما بحطش الأطباق كده يعني مش ناشفة، بس بتنشف وبعد كده برصها. وهنا كمان طلعت أغسل المطبقية نفسها من فوق، فغسلتها كده وكان الشكل يعني بصوا يعني احساس ان انت اصلا يعني احساس ان الواحده تمسك حاجه كده تنضفها، احساس الميه والرغاوي ده حاجه كده تحس ان هي بتغسلني من جوايا بجد والله العظيم. بحس ان انا كمان بشم ريحه النظافه. آه وببقى مش عايزه اعمل اي حاجه تاني في المطبخ. لما بعمل اي حاجه في اي يعني اوضه بقى، مطبخ، حمام، يعني بقول لهم والنبي سيبولي بس ساعه كده احس ان الشقه بتاعتي نظيفه، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزين. وطبعا ما بيحصلش طبعا بنضف من هنا والدنيا بتبقى مكركبه عادي يعني، اطفال بقى تمام. هنا خلصت المطبخ، هي شايفين المنظر. على فكره انا ما بستخدمش اي حاجه خالص غير سلك وصابون تمام، هو سلك وصابون وشكرا. انا هنا غيرت بقى الحاجات، لان انا الجزء ده كنت بحط فيه الاطباق الصغيره بتاعه الشوربه والمهلبيه والحاجات دي، فطبعا انا بستخدمهاش كتير، فعشان كده شلت الجزء ده وحطيت مكانه الكوبايات بتاعه الشاي وكوبايات الميه تمام كده. هنا كمان بقى مسكت البوتاجاز بقى غسله عميقه 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 من الاعماق. هنا كمان غسلت اللي هو اللي اسمه ايه، هو اسمه ايه الازاز بتاع البوتاجاز. مسكته كده بقى ايه، غسلته غسله يعني بجد، يعني قلت لهم مستحيل اعمل لكم اكل، وطبعا رجعت في كلامي طبعا. غسلت الازاز كده ونشفته. طبعا هنا بغسل الحوامل عندي ظهر، فبصراحة تنظيفها رخم جدا. فاي واحدة هتجيب بوتاجاز ويبقى الحامل بتاعها ظهر، اوعي تجيبيه عشان هتتعبي في التنظيف. لو لزق فيه شوية دهون، يعني مجرد مرة واحدة ما غسلتوش هتلاقيه لزق فيه الدهون على طول، بيعذب الواحدة لما بتتغسل يعني بتغسله يعني. طبعا انا بسجل لكم الصوت بعد هلاك، فخر يعني اعذروني بقى من اي هلوسه انا بقولها يعني. هنا كمان مسكت بقى المطبخ البوتاجاز. بصوا انا بحب الرغاوي دي، بحب العب في الرغاوي، يعني انا بمسك بقى رغاوي رغاوي رغاوي، بيبقى المنظر تحفه بجد يا بنات والله العظيم. قومي كده تنشطي وهتلاقي نفسك نشيطه. انتي مجرد بس ما تلاقي رغاوي كتير وميه وكده هتلاقي الدنيا ايه معاكي، وريحه النظافه نفسها هتخليكي تتنشطي وتقومي تعملي كل حاجه وراكي. خدي فيتاميناتك اهم حاجه، واشربي ميه كتير، كلي اكل صحي، والعبي رياضه. بلاش اقول لكم العبوا رياضه عشان انت كده خلاص يعني، لا ما يعني ممكن تلعبي رياضه، ممكن تمشي شويه كده في الشارع ولا حاجه، تروحي سوبر ماركت تتمشي. المهم حرصي على صحتك، حافظي عليها، خدي فيتاميناتك. فبصوا البوتاجاز شكله يا بنات تحفه، ببقى مش عايزه. بصوا اللمعه، اصلا اللمعه بتقولي والنبي ما تطبخي عليا، بس هو مين، انا هعمل اكله دلوقتي واكله يعني ولا كاني غسلت البوتاجاز. بصوا بقى كمان هنا انا فصلت كل الازاز اللي موجود في البوتاجاز وغسلته وسبته بقى ينشف براحته خالص، وبعدته عن ايديا عشان لما اخلص ما يكسرش مني. وطبعا ركبته، وطبعا الجزء ده برضو طار في لا مش في المونتاج والله، التليفون بيديني احساس ان هو بيصور، بس طبعا ما كانش بيصور.
فشكرا شكرا شكرا يا تليفوني يا حبيبي يلي بتضيع تعبي كله يعني. هنا كمان بقى هتقولوا لي بعد كل الغسيل ده، والله العظيم بعد كل الغسيل ده قلت لهم يا جماعه طب ناكل اي حاجه، طب نجيب كشري، طب نجيب اي حاجه من بره. لا يمكن، هم عايزين ياكلوا سمك. حاضر، سمعا وطاعه يا مولاي. فروحت طبعا جبت بقى الايه السمك. كان عندي سمك في الفريزر زي ما انتوا عارفين، انا بحب اشيله من اول الشهر كده عشان ما اضطرش ان انا انزل يعني. تمام. فغسلته غسله نظيفه، وبعد كده عملت له تتبيله خفيفه جدا، توم، ملح، كمون، معلقه كركم بتدي لون حلو قوي، طبعا بهارات سمك وليمون وخل. تمام كده. بصوا بقى، انا قلت لهم مستحيل مستحيل ومن رابع المستحيلات ان انا احمر، قصدي اقلي سمك في البوتاجاز بعد ما تعبت فيه. فاقول لكم حاجه، انا هحطه لكم كده يتشوي في الفرن، والله العظيم كان طعمه حلو احلى من المقلي كمان. طبعا انا بكذب، طبعا المقلي بيبقى طعمه تحفه. بس يعني بصوا، تبلته التتبيله دي وعصرت عليه ليمون وحطيته في الميكرويف، مش الميكرويف، الفرن يعني. وسبته بقى يستوي براحته. المهم ان انا برضو ما غرقتش البوتاجاز، والله العظيم بكدب، غرقت البوتاجاز طبعا. عملت عليه رز صياديه، رز صياديه. هنا كمان حطيت هنا رشه زيت عافيه، وعلى الفرن جري جري جري. وهنا كمان كنت قطعت بقى، بصوا كانت الدنيا مكركبه حواليا، وطبعا حطيت الستيكر القمر ده. طبعا الرخامه بايظه جدا، رخامه قديمه جدا جدا جدا، فبحاول اغير كل مره الستيكر بتاعها. ادعولي كده يا بنات، ربنا يوسعها عليا ان شاء الله. نفسي يبقى عندي مطبخ واسع. عارفين احساس ان انت تبقي واقفه في مطبخ واسع؟ مش لازم واسع ان هو تبقى اوضه مثلا، بس تبقى واخده حريتك ونفسك كده في المطبخ. فربنا يوسعها علينا يا رب، وكل واحده بتحلم باي حاجه تحققها ان شاء الله. هنا كمان بقى قطعت البصله وحطيت زيت عافيه طبعا، وحطيت وقلبت هنا البصل لحد ما ياخد لون، وبعد كده هنزل بالرز. انا طبعا مش باكل رز للاسف. زمان كنت بحب الرز الصيادية جدا جدا مع السمك، بس يعني الحمد لله دلوقتي باكل السمكية بتاعتي بالسلطة وشكرا. السن يحكم. فهنا كمان عملت بقى شوية السلطة المحترمين دول، وقطعت الجزر وقطعت الخضرة، وكان الاكل طعمه حلو جدا، بس طبعا من غير رز طبعا ملهوش اي طعم خالص. بس يعني حاولنا نتأقلم. اتأقلمت بجد على الاكل، ان انا ما اكلش رز او مكرونة. حتى لو اكلت دلوقتي بحس انها تعبانه، مش عارفه ليه. هل اللي عمل نظام الكيتو او اللو كارب ومنع رز ومكرونه، هل فعلا لما بيرجع له معدته بتوجعه؟ يعني هل لو حد فيكم عمل كده ممكن يقول لي مثلا هو عمل ايه؟ لان انا لو كلت معلقتين مكرونه او معلقتين رز بيبقى احس ان انا معدتي كاني كلت حله رز مش معلقتين رز، فبتعب جدا. هنا كمان عملت السلطة القمر دي، وكمان هعمل لهم سلطة طحينة. وانا كده بصوا، يعني انا كده عملت لهم المستحيل في يوم اصلا ما ينفعش فيه تعمل حاجة خالص. ممكن تدعولي بجد والله، يعني بجد انا بطلب منكم. انا على فكرة ماليش اخوات خالص، انا وحيدة. ف وكنت واحدة ما بعرفش اتكلم خالص، يعني واحدة كده ممكن تتكلم كلمتين فتتلخبط وهي بتتكلم. فبجد حبيت موضوع القناة وحبيتكم جدا، واعتبرتكم بجد اخواتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون طلعت منه ولو بفكرة بسيطة. بتمنى القناة تعجبكم، وبتمنى انا اعجبكم، وممكن تدعولي ربنا يرزقني بطفل سليم معافى ان شاء الله، ويرزقكم جميعا وكل مشتاق يا رب. ومع السلامة حبايبي في رعاية الله.